بصي يا ستي، لو رجعت الفيديو بتاع اول يوم رمضان هتلاقيني ان انا كنت جايبه جزر وقلتلك قطعته وغسلته وقشرته، وقلتلك حطيه على النار ان هو يتسلق. وبعد ما اتسلق حلو كده وبقى طري معايا، عبيته في اكياس كده كل 5 6 حتت كده وحطيته في الفريزر. ماشي. البرتقان ده اختي اشترتهولي الكيلو ربع ب5 جنيه، ومسكته ونضفتهولي قشرتهولي وشقت لي الواحده نصين وطلعت لي منها البذر، ما شاء الله ربنا يخليها يا رب. وحطيت لي كل 5 كده في كيس وبعتتهولي، قمت انا خدته حطيته في الفريزر على طول. برتقان بلدي من اللي بيتعمل عصير. ماشي. تعالي بقى هاتي طلعي بقى ايه كيس من البرتقان، وطلعي كده كيس او 2 من الجزر المسلوق اللي عباتيه في اكياس ده اهو. شوفي اهو، بعد ما اتسلق واتعبى في اكياس زي ما انت شايفاه كده، وبتخزنوه بتطلعيه بيبقى اصفر وجميل وعلى لونه زي ما هو ما شاء الله. وخدت كده ايه، عشان انا حطيت كميه كبيره من البرتقان خدت كيسين من الجزر. لو انت هتحط كميه اصغر من كده يعني برتقانتين ولا حاجه كفايه عليك كيس واحد. ماشي. خدت ايه، فحطيت كيس وخدت نص الكيس التاني اهو. ماشي. وبعد كده إيه الكلام ده بقى، ايه هتحط الميه بقى اللي انت عايزاها بقى على حسب ما انت بتشربي عصير قد ايه. تمام. بعد ما حطيت البرتقان وطلع المتقشر شال منه البذر، وحطيت الجزر المسلوق، يعني قولي قيمة جزراية كده. ايه هجيب عندي هنا ايه فريتو من اللي هو ايه برتقان. ماشي. اللي هو العصير الناشف اللي الاولاد بتشتريه وتاكله ده. بصي اهو، جبت كده ايه، كانت واحدة ست بتبيعه في السوق بتبيع ال4 منه ب5، جبت لي كده ب10 جنيه 8 وحدات، يقعد عندك فترة طويلة. الكيس هاخد نصه، مش هاخده كله، هاخد منه نصه بس كده او معلقتين. احطهم على ايه، احطهم على البرتقان وعلى الجزر اللي معايا ده. ليه بقى؟ هتاخدي احلى كوبايه برتقان. وعايزه اقول لكم حاجه، اختي برضو اللي قايله لي على عصير البرتقان ده، عشان هي هتتفرج عليا وهترجع تقول لي انا اللي قايله لك. فهي اللي قايله لي على وصفه البرتقان دي. ناس كتير ممكن تكون عملتها بس انا بصراحه ما كنتش جربتها، انا كنت بشوفها بس ما جربتهاش. بس هي بقى جربتها قبل مني وقالت لي ان هي ممتازة وجميلة، اكدت لي يعني ان هي حلوة، فقلت اجربها. جربتها قبل ما اعملها معاكم، اصلا عجبتني جدا جدا. طلعت بصي احلى كوبايه برتقال ممكن تشربيها. لما طلعت حلوة قلت اعملها لكم بقى وانزلها لكم على القناة. بسم الله ما شاء الله، يعني حلوة جدا جدا. قبل ما اجربها واشربها كنت بقول جزر على برتقال، ايه ده، لا. فبصراحة لما جربتها وعجبتني بقيت اعملها كده على طول. حطيت نص الكيس الفريتو ده وبرتقان، هتجيبيه بنفس النكهه بتاعه البرتقان، ما تروحش تجيبي مانجا وتحطها على البرتقان. ماشي. كده جبت السكر الكميه اللي انا عايزاه وحطيتها وخدته كده ضربته في الخلاط لما نعمته. وهنيجي بقى ايه كده ايه في الشفشق بتاعنا وهنصفيه. بص اللون الجميل اصفر جدا وحلو قوي. هبتدي ان انا اصفيه بقى كده اهو كله. بصي تقيل، بصي مش هتفرقيه عن المانجا. إيه لو جربت البرتقال بالطريقه ديت انت مش هتشتري مانجا بالغاليه دي تاني. مش هتسيب البرتقال اللي هو الكيلو وربع والكيلو ونص ب5 وتشتري مانجا بالشيء الفلاني. لان بصي ما انتش هتفرقيه عن المانجا، هو مانجا، يمكن اطعم من المانجا كمان. هصفي كده الكميه كلها كده بمعلقه عشان طبعا هو بيبقى تقيل. هصفيها كلها كده. صفيت اهي كمية البرتقال اللي عندي كلها اهوت. هو بغيب شوية في التصفية لان هو ما بيبقاش خفيف زي الفراولة والحاجات التانية ديت، بيبقى فيه تفل بقى وبتاع كده وعايز يتصفى كويس. تمام كده. بعد ما صفيت الكمية اللي عندي كلها هوريكم دلوقتي لون البرتقال وجماله حلو جدا ما شاء الله. بصي هجيب لك كوبايه ازاز. انا طبعا بشرب في الكوبايات بتاعه بكار دي، اشتريتها السنه دي من فتح الله. بس زي ما قلت لك انا ما صورتش حاجات فتح الله السنه دي، ما كانش عندي وقت. وقلت لكم ان واحنا بنصور الفيديوهات كده واحده واحده هنشوف الحاجات اللي احنا ايه اللي احنا جبناها. فانا جبت الكوز ده بتاع بكار ده. جبت 2 هوريهم لكم دلوقتي بالكوبايات بتاعتهم. بس طبعا انا فضلت لكم العصير في كوبايه ازاز عشان تشوفوا اللون بتاعه والقوام بتاعه قد ايه تقيل قوي وحلو قوي ولونه جميل. دي بقى الشفاش اللي انا اشتريتها، هي مش بلاستيك ومش ازاز. بصي مش عارفه بصراحه الخامه اللي هي جامده كده وحلوه عن البلاستيك، بس فايبر كده بس حلوه جميله.
كان في بقى اشكال كتير، انا اشتريت شكلين. الشكل اللي هو بكار ده بصوا جمال، وفي الشرب حلوين جدا، وميه وعصير بقى واللي انت عايزاه، ولا ولادك يكسروهم ولا كلام من ده. شكلهم حلو قوي قوي كده وانت حطاهم على الاكل كده، وشكلهم جميل بصراحه. طيب الشفشق معاه 4 كوبايات بكام؟ بصراحة لما دخلت عليهم كده كنت فكرهم هيبقوا غاليين، لقيت الشفشق ومعاه ال4 كوبايات ب35 جنيه. ايه ده معقولة؟ انا لو اشتريت الشفشق لوحده من بره من اي حد بيبيع الحاجات دي هيدهوني لوحده ب30 40 جنيه، انما الشفشق ومعاه ال4 كوبايات ب35 جنيه. لا والله حلو. جبت كلبس ده اهوت، وجبت ايه بكار، كل واحد منهم معاه ال4 كوبايات بتوعه. اللونين جمال جدا والرسومات جميلة جدا. كان هناك طبعا الوان تانية ورسومات تانية كتير عن رمضان، وحاجات تانية اشكال تانية، بس انا حبيت الشكلين دول. يبقى جبتهم الطقمين كده على بعض ب70 جنيه ما شاء الله. عجبوني جدا، عشان كده جبت ايه طقمين، ويمشوا معاكي بقى في جميع انواع العصير والميه والكلام ده. وموضوعنا الاساسي النهارده بتاع البرتقال الجميل ده، اللي هو اصلا انت شايفاه في الكوبايات كده كانه مانجا، زائد الطعم بقى لما تدوقي الطعم. جربيه وهتدعيلي. حطيلي لايك للفيديو واشتركي معايا في القناه.